بالنسبة لكابتن هوك ممكن يبان في الأول إنه شرير بسيط جدا، كل هدفه إنه ينتقم من بيتر بان علشان خاطر هو السبب في إنه خسر إيده، وكمان اداله الاسم المستفز ده هوك. بس الحقيقة إن الشخصية بتاعت هوك أعمق بكتير من كده، رغم إن فيلم ديزني الأصلي ما وضحش السبب الحقيقي ورا هوسه بيتر بان، إلا إن الكاتبة سيلينا فالنتينو شرحت الموضوع ده بالتفاصيل في كتابها اللي بيحكي أصل شخصية هوك، واللي اتكشف إن دافع الانتقام عنده راجع لصفة خطيرة جدا في شخصيته، وهي الهوس. فهوك أو اسمه الحقيقي جيمس كان عنده مشكلة حقيقية إن أي حاجة تشد انتباهه كان بيغوص فيها للآخر، وهو بقى إنه يدرسها ويفكر فيها وبعد شوية تتحول لهوس كامل. في نسخة ديزني من بيتر بان عمرنا ما عرفنا هو ازاي وصل لنيفرلاند وليه كان مهووس ببيتر بان بالشكل ده، ولكن بقى الكتاب بتاع نيفر وهو الجزء التاسع من سلسلة أشرار ديزني جاوب على الأسئلة دي كلها. طول أحداث الكتاب جيمس كان باين إنه شخص بيقع في الهوس بسهولة، ومجموعة أحداث حصلت ما بين القدر واختياراته الغلط خلته يكرس حياته كلها للبحث عن مكان شافه وهو رضيع، والمكان ده طبعا هو نيفرلاند. لفترة طويلة كان في جدل بين الجمهور، هو كابتن هوك عرف نيفرلاند امتى وازاي؟ والظاهر ان دلوقتي اخيرا بقى عندنا الاجابة دي. الهوس هنا بعالم خيالي بدأ معاه من وهو طفل صغير، والهوس ده هو اللي ساقه في الآخر لطريق القراصنة اللي خلى منه كابتن هوك اللي نعرفه. الكتاب بيبدأ قبل أحداث بيتر بان بسنين طويلة جدا، وقبل كمان ما ويندي تظهر أصلا. وهنا بقى هو بيحكي عن طفل رضيع يسمى جيمس، اللي هو نفس الطفل اللي كبر وبقى كابتن هوك. وفي يوم من الأيام وهو مع أمه في الجنينة، أمه غفلت عنه لحظة والعربية بتاعته اختفت من قدامها. فاللحظة دي البسيطة من غير ما حد ياخد باله كانت بداية هوس استمر طول عمره، وهوس في الآخر وصله إنه يبقى قرصان وأحد أشهر أشرار ديزني. ففي كتاب نيفر جيمس وهو طفل رضيع وقع من العربية بتاعته، ولما فاق لقى نفسه فجأة في عالم سحري، عالم نيفرلاند. مش معروف بالظبط قد ايه الوقت اللي عدى في العالم الحقيقي، بس اللي اتقال ان اهله لحقوه وخدوه من نيفرلاند قبل ما يعدي 7 ايام. وخد بالك النقطة دي مهمة جدا، لان جمهور ايفر افتر هاي فاكر ان الاولاد الضائعين كانوا في الاصل اطفال وقعوا من العربات بتاعتهم زي جيمس بالظبط، بس الفرق ان محدش من البشر لحقهم خلال 7 ايام فسيبته للابد في نيفرلاند. يعني باختصار لو ام هوك ما كانتش لحقته كان ممكن جيمس يبقى واحد من اول الاولاد الضائعين، بس ده ما حصلش على الاقل يعني حسب رواية سيرينا فالنتينو. بس في نفس الوقت نيفرلاند ما راحتش من دماغ جيمس ابدا، بل بالعكس المكان ده اتطبع جواه وهو طفل، وفضل طول عمره مهووس بالعالم السحري اللي شافه وهو رضيع. فالهوس ده بقى خلاه يقضي حياته كلها بيحاول يرجع نيفرلاند تاني، ومع الوقت الهوس ده هو اللي حوله للقرصان اللي نعرفه باسم كابتن هوك. فبعد ما جيمس شاف نيفرلاند ولو للحظة حتى بقت هي الحاجة الوحيدة اللي في دماغه، وده خلاه يكره حياته العادية في لندن. رغم ان حياته كانت باينة لطيفة من بره، الا ان كتاب نيفر بيأكد ان جيمس ما كانش سعيد في لندن خالص. هو كان بيكره تقريبا كل حاجة في حياته، حتى فكرة انه يكبر ويبقى راجل مهذب او حتى كمان جنتلمان. ومع كل ده رغم تعاسته كان شخص مهووس بالدراسة وبأي حاجة يدخلها في دماغه. فهو ما كانش بيحب المدرسة، بس الغريب انه كان طالب شاطر جدا وبيتفوق في اغلب المواد. تخيل انه اتعلم اللغة اللاتينية وهو صغير، وده فعلا انجاز كبير جدا، خصوصا ان ما كانش عنده تكنولوجيا تساعده على حاجة زي كده. السبب في ده بقى كله صفة واحدة فقط، الهوس. نفس الصفة دي اللي خلت جيمس يبقى في الآخر واحد من أشهر قراصنة ديزني، بس مش من الكاريبي. وبرضه مهم نعرف إن جيمس كان بيعشق عالم القراصنة نفسه. في كتاب نيفر هو درس القراصنة بشكل عميق، وكان شايف أسلوب حياتهم مثير جدا، وده ممكن يفسر ليه علم نفسه إزاي يقرأ ويفهم الخرائط ودرسها بشكل كبير جدا. موضوع الخرائط ده تحديدا بقى هوس جديد عنده، وهوس هيبقى مهم جدا بعدين في رحلته للبحث عن نيفرلاند. والكتاب لمح ان سبب تعلمه للرياضيات اصلا كان امله ان في يوم من الايام يقدر يلاقي نيفرلاند من خلالها، بس للاسف ده ما حصلش. ومع مرور السنين جيمس هنا كبر غصب عنه وبقى الشخص اللي كان بيخاف يبقى زيه، وفي يوم كره لحياته ومع هوسه الشديد بنيفرلاند بقوا تقال جدا عليه. فما قدرش يستحمل اكتر من كده وساب كل حاجة ومشي في طريق حياته الجديدة، الطريق اللي في الاخر حوله لكابتن هوك.
وعلى حسب الكتاب بقى جيمس هنا ثبته خرج يدور على حياة أخطر وأمتع، حياة تقربه من هدفه الحقيقي اللي هو كان فاكره قدره، بس في الحقيقة كان مجرد هوس. وفي رحلته دي وصل لباب كان معروف إن بيتجمع فيه القراصنة، وفي الليلة دي جيمس قابل واحد من أخطر وأشهر القراصنة في التاريخ الحقيقي والخيالي مع بعض، بلاك بيرد. الغريب إن بلاك بيرد شاف في جيمس مهارات واضحة وانبهر بإصراره والرغبة الشديدة بتاعته، ومن هنا بقى عرض عليه يشتغل معاه على السفينة بتاعته. وجيمس طبعا هنا وافق فورا لأنه كان حاسس إن الخطوة دي هتقربه أكتر من اللي كان فاكر مصيره. وقبل ما يبقى كابتن هوك جيمس كان مجرد عامل بسيط على السفينة بتاعت بلاك بيرد، بس هو كان واثق إن الطريق ده في الآخر هيوصله للمكان اللي محتاج يوصله من زمان. والحقيقة إن الجزء ده هو من أقوى الحاجات في كتاب سيرينا فالنتينو. القصص والمغامرات اللي عاشها جيمس وهو على سفينة بلاك بيرد كانت مذهلة فعلا. هناك بقى اتعلم المعنى الحقيقي لكلمة قرصان. بلاك بيرد علمه ازاي يمسك سيف وازاي يبقى مقاتل شرس، وكمان اداله نصيحة مهمة جدا. قال له تحقيق الأحلام ممكن يكون مخيف لأن ساعات الواقع ما بيطلعش زي اللي احنا متخيلينه. نصيحة عظيمة لأي حد. ولو جيمس كان سمعها فعلا كان ممكن ما يتحولش ابدا للشرير اللي نعرفه باسم كابتن هوك. لو كان بس قلل توقعاته عن نيفرلاند وقبل حياته زي ما هي كان ممكن ما يخسرش ايده وما يبقاش اسطورة قرصان شرير. بس جيمس هنا ما قدرش، فضل مهووس بعالم نيفرلاند اللي شافه هو طفل. فرغم كل المغامرات العظيمة اللي عاشها، رغم المعارك ورغم الرحلات الخطيرة، ولا حتى المعركة المرعبة اللي دخلها ضد الكراكن خلته ينسى نيفرلاند. فهي فعلا فضلت في دماغه، ومع الوقت الهوس ده بدأ يدمره من جوه. لكن في الآخر تعبه مع طاقم بلاك بيرد ما راحش هدر. بلاك بيرد كان راضي جدا عن جيمس وكان شايف فيه قائد حقيقي، وعلشان كده عمل حاجة نادرة جدا بين القراصنة، سمح ليه يمشي من السفينة بإرادته. مش بس كده، بلاك بيرد كان مؤمن إن جيمس فعلا يقدر يقود سفينة لوحده ويبقى كابتن هوك ويبقى كابتن حقيقي. وده اللي حصل فعلا زي ما الكتاب بيحكي. جيمس في الآخر بقى كابتن جيمس، وبقى عنده سفينته الخاصة والطاقم بتاعه الخاص وفرق قراصنة تحت أمره. ومن هنا بقى بدأ الطريق اللي هيحوله في الآخر لكابتن هوك. فالهوس ده فضل ملاحق جيمس لحد آخر الدنيا. أيا كان اللي هيحصل كان لازم يرجع ويلاقي الأرض اللي فضل مهووس بيها من يوم ما وقع من عربيته وهو طفل. ودلوقتي بقى كابتن جيمس بدأ يستخدم كل اللي اتعلمه طول حياته، الدراسة والخرائط والرياضيات وخبرته في البحر، كل ده في محاولة انه يوصل لنيفرلاند، بس في كل مرة كان بيفشل. لحد بقى ما سمع عن وجود 3 اخوات ساحرات اقوياء جدا، واثناء بحثه جيمس قابل الاخوات الغريبة، وطبعا دول ذكرناهم في فيديوهات فاتت قبل كده. دول بقى ساحرات لهم دور في نشأة تقريبا كل أشرار ديزني حسب كتاب سيرينا فالنتينو. ومع كابتن هوك الموضوع ما كانش مختلف، نفس الهوس اللي خلاه يبقى قرصان هو اللي وصله لطريق الاخوات دول، وبقليل بقى من السحر قدروا يساعدوه يوصل لهدفه اخيرا. وفي نهاية كتاب نيفر نيفر بنكتشف ان كابتن جيمس اللي لسه ما كانش اسمه كابتن هوك رسميا قدر فعلا يوصل لنيفرلاند، ولكن هنا التمن كان غالي جدا. تمن ممكن نقول انه كان عقله نفسه. الكتاب هنا لمح ان بعد ما جيمس كبر نيفرلاند ما بقتش مرحبة بيه، بل اكتر من كده كان باين كأن العالم كله ضده، وكأن كل حاجة حواليه بتحاول توقعه وتخليه يفشل. ولو انت بقى من عشاق بيتر بان فانت عارف ان الموضوع ان هو موقفش لحد هنا. بعد شوية ظهر هوس جديد في حياة جيمس، هوس بيغذيه اكتر ويدخله اعمق في طريق الشر. والهوس ده طبعا كان مين؟ بيتر بان. ومن هنا بقى بدأت الدوامة، لعبة ما بتنتهيش ما بين قط وفار، قرصان مجنون وولد صغير بيطير وجنيه لسانها طويل. والسؤال هنا بقى، لو هوك كان فضل في نيفرلاند بعد أول 7 أيام وهو طفل، هل كان ممكن يبقى لوست بوي طيب؟ ولا هوسه كان هيخليه شرير في كل الأحوال؟ كالعادة طبعا هستنى رايك في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا أول مرة على القناة ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك علشان خاطر ده كله بيساعدني ويدعمني، وأشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.